الحمد لله رب العالمين. من أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان فصار من الراشدين. ومن أراد به شرا خلى بينه وبين نفسه فأتبعه الشيطان فحبب إليه الكفر والفسوق والعصيان فكان من الغاوين. الحذر من المعاصي، فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار، وكم أخلت ديارا من أهلها فما بقي منهم ديار، كم أخذت من العصاة بالثار كم محت لهم من آثار. يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه، عواقب الذنب تخشى وهي تنتظر، فكل نفس ستجزى بالذي كسبت وليس للخلق من ديانهم وزر. أين حال هؤلاء الحمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان، ليلهم قيام ونهارهم صيام؟ باع قوم من السلف جارية فلما قرب شهر رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان، فقالت وأنتم لا تصومون إلا رمضان، لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان ردوني عليهم. وباع الحسن بن صالح جارية له فلما انتصف الليل قامت فنادتهم يا أهل الدار الصلاة الصلاة، قالوا أطلع الفجر، قالت وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة. ثم جاءت إلى الحسن فقالت بعتني على قوم سوء لا يصلون إلا الفرائض، ردني ردني. قال بعض السلف صم الدنيا واجعل فطرك الموت، الدنيا كلها شهر صيام المتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. وشاهد ذلك قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك.